كنت نتمنى اني نشوف بيبليك، وحكيته حتى وانا صغير، كانت حلمتي خاطر نغني من قبل ملي انا صغير ديما كي نرقد هكا ولا نبدا بيني وبين روحي نقول نشوف بيبليك هكا ونشوف عباد هكا ويبداو يعيطوا مروان مروان، فهمت؟ من طفل صغير كان يبات في المترو إلى فنان يتبعوه الملايين. اليوم باش نحكيو قصة النوردو، كيفاش بدا وشنو الصعوبات اللي واجههم وكيفاش وصل للنقطة اللي فيها هو تو. النوردو اسمه مروان جبالي، اسمه وراه برشا تعب وبرشا محاولات وبرشا فشل وبرشا صعوبات. الحلقة هذه باش تكون مختلفة، وخاصة خاطر تعبت برشا في جمع المعلومات، قعدت برشا ونكتب في سكريبت الحلقة باش نبداو من نقطة صفر واللحظات القاسية والصعيبة اللي عاناها النوردو إلى النقطة اللي وصل لها تو. باش نحكيو على قصة نجاح، والحقيقة استمتعت برشا وأنا نحضر في الحلقة هذه. النوردو تولد عام 1990. في أول سنوات من حياته ما قاش طريق سهلة، بالعكس قاها طريق صعيبة، والحياة ما يسهل جملة. في الطفولة متاعه عاش النوردو ظروف قاسية، العائلة متاعه مرت بظروف مادية صعيبة. بوه كان يخدم شاف في معمل لمدة تقريبا 40 عام، وفجأة المعمل هكا يفلس وبوه يقعد من غير خدمة. وبابا زوالي على روحه، فهمت؟ كان يخدم على روحه شيف في معمل في المرسى مقبل رجع حيدر، فلست هو المعمل وطيحوه. خدم قريب ل40 سنة شيف، فهمت؟ فجأة يلقاو المعمل فلس وما عنده حتى مورد رزق، فهمت؟ ورغم انه ابوه كان حريص على الاخر انه النوردو يكمل قرايته لانه كان ذكي وكان يرى انه عنده مستقبل، لكن النوردو وحده فهم انه ابوه مش باش ينجم يتحمل تكاليف القرايه، فقرر انه يخرج من عامة السيزيام. ملي هو صغير فهم وحده انه ما يلزموش يكون عالة على العائله متاعه، بل بالعكس لازم هو يخدم ويعاونهم. ومن الطفوله متاعه في وقت مبكر على الاخر على تحمل مسؤوليه، نوردو بدا يواجه الحياه. من وقت هكا بدا يرجع للخدمة، وخدم يعني حجام، خدم مهن أخرى باش يدبر مصروفه، وبالطبيعة ما يكونش عالة على أبوه اللي فقد الخدمة متاعه بعد 40 عام. وكان في برشا مرات يبات في المترو من شدة التعب، وحتى الكنترولير اللي ياخو التكيات ما كانش يفيقوا من النوم على خاطر استانس بيه ويعرفوا. نقعد نبات في الترا، يوصل للتي جي ام وبعد يرجع للمرسى، يقعد تي جي ام مرسى تي جي ام مرسى، وانا نبدا راقد في الترا والخلاص ما يقاومونيش منه، فهمت؟ فما شكون من الخلاص يعرفني والتحومة غادي ما نجمش يقاومني، فهمت؟ لكن رغم الظروف القاسية ما خممش مثلا في طرق أخرى كيف الحرقة، وخاف أنه مثلا تصير له كما صار برشا عباد وأم وأبوه يحزنوا عليه، وكيف ما خممش أنه يمشي للممنوعات والحاجات الغير قانونية باش ما يدخلش الحبس وتعب أم وأبوه وراه، لأنه بطبيعة طرق هيك مش باش تضرك أنت وحدك، باش تضر زادة العائلة متاعك. في الوقت نفسه كانت عنده طاقة كبيرة من اللي هو صغير يحب الرياضة والحركة، مارس رياضة التايكوندو من اللي كان صغير، وخذي برشا شهايد وجوائز. لكن سنة 2004 صارت فيضانات مشهورة في تونس، والمية دخل الدار متاعهم والشهايد والجوائز الكل ضاعت. لكن بطبيعة تجربة هيك ما تتنساش وتقعد محفورة في الذاكرة. وأيضا وقت اللي كان صغير كان مغروم بالبريك دانس، وخذي برشا جوائز في الغرام هذا. قبل ما يولي فنان النوردو كان لاعب كرة قدم. قبل ما يولي فنان النوردو كان جوار، لعب مع الاسبيرونس ولعب مع الكلوب ولعب زاد مع الكرم في بوست اللي هي حراسة المرمى. ورغم اللي هو كان صغير وقتها طلعوه للسنيور على خاطر الموهبة الكبيرة اللي عنده، ولكن بسبب الوعود الكاذبة اللي ما تمتش فهو فقد الشغف وقتها بالكرة، وقرر انه يعتزل ويشوف حاجة اخرى. الحاجة الاخرى بالطبيعة هي الغناء، وحب يحترف في المجال هذا. باللي كان صغير كان يتمنى انه يرى جمهور يجي يتفرج عليه ويسمع الغناء متاعه. في الطفولة متاعه كان كل ما يصير عرض في مسرح قرطاج كان ينقز من السور هو وأصحابه باش يتفرجوا على العرض هاك. والمفارقة والحاجة اللي بالطبيعة نعرفوها الناس الكل إنه النوردو غنى في قرطاج باش نوصلوا لها النقطة هيك. يعني طفل صغير اللي كان ينقز من السور باش يتفرج على الفنانين ما كانش يعرف إنه باش يوصل نهار يغني قدام آلاف الناس. بشوية الموسيقى بدأت تاخذ جزء كبير من حياته. عام 2004 يدخل في جروب اسمه نوردو. يعني النوردو مش الاسم الفني متاع مروان فقط، النوردو كان اسم متاع جروب كاملة. ومن وقتها بدأ يكتب ويلحن ويخدم في برشا أنماط موسيقية إلى أن وصل اليوم إلى الأسلوب الخاص متاعه اللي ما يعتبرش ضمن الراب، وإنما يتسمى بوب ميوزك بطريقة تونسية جديدة عملها النوردو. من الأسماء اللي بدأوا مع النوردو من أول مسيرة متاعه ترابا. هو من أوائل الناس اللي كانوا مع النوردو، هو أصلا بدأ المجال الموسيقي قبل النوردو. عاشوا برشا صعوبات مع بعضهم خطوة، وفي فترة هيك ما كانوش يعرفوا أصلا إنه النجاح ممكن يصير في يوم من الأيام، لكن كانوا يحاولوا. كما قلنا اسم النوردو هو ماهوش اسم مروان فقط، كان اسم جروب كاملة تأسست سنة 2001.
دخلها النوردو عام 2004 وخدموا مع بعضهم، لكن الأعضاء الكليكاي خرجوا من تونس، كل واحد شاف حياته وقعد اسم النوردو مع مروان، وحب يبدل الاسم الفني متاعه هكا، ولكن قرر انه يستقر على الاسم هكا النوردو. بين 2009 و 2013 النوردو عمل برشا اغاني، ولكن ما هبطهمش. علاش؟ على خاطر حس انه ما همش في المستوى اللي يحب عليه هو، ولكن رغم هكا فما اغاني هبطهم النوردو قبل 2019 وكانت مشهوره والناس تعرفهم لحد اليوم، كيما غنية يا بنت الناس اللي هبطها عام 2009. يا بنت الناس خليني من غير ما تواسيني، من حبك يزيني يا بنت الناس. وزاد غنية الاصحاب اللي هبطها عام 2011. متعدي في خيالي نحارب، هرب من اللغة صحيحة الدنيا تجارب، ضربة جتني من ناسي جت من الأقارب. يا صحابي علاش حيرتوا لي ضبابي. الحاجة اللي ما يعرفوهاش برشا عباد انه النوردو عام 2012 خمم انه يشارك في برنامج ذا فويس، البرنامج المشهور على الاخر في العالم العربي، ولكن وقتها حس انه مازال مش وقته، انه تجربة هيك ممكن تضره مش تفيده، فقرر وقتها انه ما يشاركش حتى في الكاستينج. وهذه كانت المسيرة بتاع النوردو قبل عام 2019، خطوات بسيطة والناس كانت تعرفه بشكل بسيط، يعني مش كيما الوقت الحالي. وقلت 2019 على خاطر سنة 2019 تعتبر النقطة الفاصلة في مسيرة النوردو، والنقطة اللي عملت تحول كبير في المسيرة متاعه. الجمعة هذه في بلانيت راب ندخلوكم لعالم مروان الجبالي أو مروان نوردو كما يعرفوه الناس. دخلنا لدارو، حكى معنا بكل تلقائية على عائلته، على حومته في الكرم، بداياته، منين جاء اسمه. الرابور اللي غنى مع بالتيك لاي فينيكس وغيرهم قاعد اليوم يحضر في برشا. في 10 فبراير 2019 يظهر نوردو في برنامج في قناة الحوار التونسي، برنامج 90 درجة مع الهادي زعيم لأول مرة، وهنا الجمهور بدأ يتعرف عليه أكثر، مش فقط كفنان يهبط في أغاني، بل يدخل في حياته الشخصية أكثر وأكثر. ومن بعد جات أقوى نقطة تحول في مسيرة النوردو في ماي 2019. على 29 ماي تهبط غنية نبات نحارب مع سنفرة. الغنية في أول عام من 2019-2020 جابت 50 مليون مشاهدة. غنية نبات نحارب كانت سبب كبير في شهرة النوردو في الوقت هاك. في 29 جويلية هبط غنية بلاد الغربة. نكمي وقلبي يبكي على فراق العشرة، نهار 9 سبتمبر يهبط غنية خلوني مع جيجية. كيف الغنية هيك زاد من الشهرة متاعه، خاصة مع الشعبية اللي كان يكتسبها جيجيا في الوقت هاك. رغم انه سنفرة وجيجيا في الوقت هاك كانوا معروفين على الاخر، وتعاون نوردو معاهم فادوا على الاخر وزاد في الشهرة متاعه، لكن نوردو بنفسه صرح انه ما يطلب فيت من حتى واحد، ويحب انه الناس ترى الخدمة متاعه وترى الموهبة متاعه وهم اللي يطلبوا منه الفيد. صورة النوردو ترسخت عند الجمهور أكثر في العام هكا بسبب الأعمال الكبيرة اللي عملها، والناس تعرفت عليه أكثر، وبرشا عباد ولا ترى إنه فنان مختلف وعنده بصمة مختلفة تختلف عن الناس الآخرين. في 2019 كانت نقطة فارقة في مسيرة النوردو، من فنان معروف شوية مش برشا في تونس إلى فنان الناس الكل تتحدث عليه وتبحث على الأغاني متاعه. نوردو يدخل بقوة سنة 2020. 13 ابريل هبط غنية ريتور مع سنفرة الوحش كلام. الأغنية هذه زادت تنجح وتجيب 30 مليون مشاهدة، الشيء هذا يأكد أنه تعاون نوردو مع سنفرة ديما يعمل نجاح كبير. 29 أوت 2020 نوردو هبط غنية يا دنيا، كانت من أكثر الأغاني المشهورة عند النوردو في الوقت هذا. وتعتبر من أهم الأعمال في مسيرة النوردو. علاش؟ لأنها أول غنية جابت رقم كبير برشا من غير حتى فيت مع حتى واحد. الغنية نجحت على الآخر وتو واصلة 123 مليون مشاهدة، وتبيع الشيء هذا بين للعباد إنه النوردو ما ينجحش كان كي يعمل فيت مع فنان مشهور. وتبيع الناس كل نعرفوا إنه 2020 كانت سنة قاسية على الناس الكل، وسنة فيها برشا متاعب، خاصة متاعب مادية وظروف قاسية للناس الكل بسبب ما يحبش نذكره، لكن بالنسبة للنوردو كان يعيش أقوى فتراته من حيث الانتشار من حيث الأرقام. القناة متاعه واصلت بالنمو، تو واصلة تقريبا 3 ملايين مشترك. ونوردو نهار 7 نوفمبر 2020 يهبط أقوى غنية في القناة متاعه، أقوى غنية في المسيرة متاعه، واللي هي عربوش. هما وردينا بلي فما استغفرنا وما عشرنا دونا حمدين ورد من الغمة، ويا دنيا ما تشوفي محونة سمرين الخرش اللي تسمر، وهاي كان الغالب هنا.
الأغنية تو واصلة 252 مليون مشاهدة و1.4 مليون لايك. عربوش ما تعتبرش فقط من أكثر الأغاني اللي جايبوا مشاهدات للنوردو، بل زاد من أكثر الأغاني اللي جايبوا مشاهدات في تاريخ الأغاني التونسية. ورغم أنه أغاني النوردو مزيانة على الآخر تعجب برشا ناس وجايبة ملايين المشاهدات، لكن النوردو قال أنه يستعمل فقط 1% أوتوتيون. بالنسبة للباحة اللي تعتبر مميزة على برشا فنانين أخرين، النوردو قال أنه ميحبهاش برشا لأنه تسبب له في بعض المشاكل. ساعات يبدأ يتكلم عادي ولكن الناس يسخيلوه انه متغشش او نرفز، وساعات لازم يبدأ يعلي في صوته باش الناس يسمعوه بوضوح. 4 جوان 2021 تهبط أغنية الأيام فيت النوردو مع بلينغوس. أغنية نجحت برشا تو واصلة 61 مليون مشاهدة. باللي صار عليا صحينا وشقينا الثيا وما نسيت ناس لكن الحاجة جديدة في مسيرة النوردو عام 2021 يبدأ تجربة جديدة وهي تجربة التمثيل. عام 2021 الجمهور يكتشف موهبة جديدة عند النوردو، هي موهبة التمثيل. الفوندو عام 2021 هو أشهر مسلسل درامي في تونس. النوردو كان عنده دور من أدوار البطولة هو دور جوزيف، رغم أنها أول تجربة في التمثيل إلا أنه عجب برشا ناس وأدى أداء قوي، لدرجة أنه ممثلين كبار في تونس كما رؤوف بن عمر قال أنه النوردو ممثل عنده موهبة كبيرة وكأنه ممثل إنجليزي. نوردو في حد ذاته مروان بابا 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 حاجة عجبة خطفك خذاك ملالك عينك. انت كاين جابوا ممثل انجليزي في مسلسل عربي وكل احساس فريمون زاد السنسيبيليتي اللي خرجها حاجة كبيرة ياسر. في عام 2021 زاد شارك في سيت كوم ابن خلدون مع كريم الغربي وبسام الحمراوي. ما اكتفاش انه فقط يمثل في المسلسل، لكن غنى زاد الغنية متاع الجينيريك متاع ابن خلدون. برود محلال وخلينا ما مدينا هيدينا عايشوا بالقلب الصافي والحكمنا ما النوردو يختم سنة 2021 بتعاون مع فنانين من المغرب، وكيكا الجمهور المغربي يعرفوا أكثر وينتشر اسمه أكثر في المغرب. المرحلة الجاية باش تكون أقوى برشا للنوردو وباش تكون مختلفة في مسيرته. عام 2022 النوردو يخرج من الإطار المحلي فقط وينتشر في العالم العربي. الحضور متاعه ما عادش مقتصر على الجمهور التونسي، ولا يظهر في قنوات كبيرة كما MBC وغيرها من القنوات المشهورة في العالم العربي مش في تونس فقط. وفي 25 أوت 2022 يعمل تعاون كبير على الآخر في المسيرة متاعه، والجمهور الجزائري يعرفه أكثر. يعمل فيت مع ديدين كانون في أغنية شوك العديان. الأغنية تو وصل 20 مليون مشاهدة وزادت في انتشار اسم النوردو في الجزائر أكثر. لكن في 31 أكتوبر 2022 النوردو يعمل حاجة تخلي برشا ناس تنتقده. في مناسبة كأس العالم النوردو شارك مع فنانين من قطر ومن السعودية في أغنية اسمها أرض المونديال. ورجعنا تحدي المصعب في أحلى الملاعب النوردو وقت تعرض لسخرية كبيرة وانتقادات بسبب انه الغنية يعتبرها برشا ناس انها تضحك والنوردو مش مستانس يغني كيك. اذا كان نخمم ما نلقاش مرة وقع التركيز عليك بالشكل هذا كومنتيرات وتحل تصوير تلقاها برشا مقعير وواحد وضحكوا ربي يعينهم زاد هذوك كما نحن ربي يعيننا حتى هذوكم ربي يعينهم. لو بالزمن نطلبوا منك باش تعاود معناتها انت تو صار كل شيء يعاودوا يكلموك لنفس الغناية معناتها وباش تعاود. الحاجة الوحيدة ممكن اللي تتبدل اني نصر اني معناها نعمل كتيبتي ولحني. هل انت وصلت قلت يا اخي الغناية كارثة برشا معناتها؟ الحقيقة هيداني قلت لك هذه حاجة ماهيش تونسية، هذه حاجة متاعهم هما معناها تقاليدهم هما وعاداتهم هما. ديجا كي انا حبيت نبدل معناها في الغناية الفيرس نتاعي قالوا لي ممنوع معناها نوردو، فهمت؟ قالوا لي ممنوع منعا باتا. واضح في البداية انه ما كانش راضي 100% على الغناية، وقال لهم انه ينجم يعمل حاجة ما اقوى، ولكن اللي مشرفين يعني على الأغنية والمنتجين وكل قالوا له انهم سيبون عملوا الكلمات وحضروا كل شيء وعندهم سنين وهم يحضروا. فالنوردو وافق على العمل معاهم واحترم القرار نتاعهم وصار اللي صار. سنة 2022 زاد كانت سنة قوية على الأخر من ناحية الأرقام للنوردو. 4 نوفمبر تهبط أغنية أنا والليل. وهي من أكثر الأغاني الناجحة عند النوردو، توا حاليا جايبة 84 مليون مشاهدة، وهي الحقيقة من أحسن الأغاني اللي تعجبني عند النوردو. وبعدها في 6 ديسمبر يهبط أغنية في الأمان. عام 2022 النوردو اسمه ما عادش منتشر في تونس فقط، انتشر في العالم العربي الكل.
يدخل عام 2023 زاد بقوة للنوردو وشارك في عمل عربي مع أحمد سعد. غنيتي عراف اللي هبطت في 4 جانفي 2023 والغنية تو واصلة 60 مليون مشاهدة واسمه ينتشر مع الجمهور المصري. عشنا فرضينا مشيت وخليتني في البال. بعد أيامات فقط 11 جانفي النوردو يهبط تعاون آخر مع ديدين كانون. غنية عايش ليلي واللي زاد انتشرت برشا ونجحت على الآخر. في 6 جوان نوردو يهبط غنية غريبة من أكثر الأغاني المحبوبة عند الناس واللي انتشرت على الآخر ونجحت برشا والحقيقة نحبها على الآخر الغنية هيك. قلبي اللي تعمد وكل يوم أنا اخترته مالك ملام حبة وشامي عبر كلامي وما نتمنى نشوفك تتلام. تو جايبة حاليا 74 مليون مشاهدة وهي تعتبر رابع أكثر أغنية جايبة مشاهدات في قناة النوردو. عام 2023 النوردو يحقق حلم من الأحلام متاعه وحاجة يتمناها قداش من فنان في تونس. 26 جويلية 2023 نوردو إلى مسرح قرطاج. قلبي اللي تعمد وكل يوم أنا اخترته مالك ملام حبة وشامي عبر كلامي وما نتمنى نشوفك تتلام. قلبي اللي تعمد وكل يوم أنا اخترته مالك ملام حبة وشامي عبر كلامي وما نتمنى نشوفك تتلام. والله الرجال شامية وغريبة مش مجرد حدث كبير بالنسبة للنوردو بل لحظة رمزية لأنه الحدث هكا كان يتمناه من اللي هو صغير وكان يطلع من السور ويتفرج على الفنانين وتوا وصل لمرحلة أنه باش يغني قدام آلاف الناس. عام 2024 نوردو يدخل مرة أخرى لتجربة التمثيل ويمثل في فلوجة 2. فلوجة زاد يعتبر من أكثر الأعمال المشهورة أو نقولوا أكثر عمل مشهور في رمضان 2024 وقتها. والنوردو كان عنده دور مهم برشا في المسلسل في الوقت هاك. كيف عام 2024 نوردو يقدم عشرات المهرجانات ويواصل في النجاحات نتاعو. The Diafa Award goes to نوردو. شكرا للضيافة على حسن الاستضافة. شكرا دكتور ميشيل على الدعوة ذي. شكرا دبي، شكرا الإمارات، فرحان برشا. من أبرز اللحظات في العام هاكا النوردو يشارك في الضيافة في 30 نوفمبر والضيافة كان فيه برشا شخصيات مشهورة في العالم العربي والنوردو أدى الأغاني بتاعه في الحدث هاكا. قلبي اللي تعمد وكل يوم أنا اخترته مالك ملام حبة وشامي عبر كلامي وما نتمنى نشوفك تتلام. 17 جانفي 2025 نوردو يشارك في عمل مع كاتبة. منعنا اللي فينا وبدينا بالانذار تمنيتو كان دموع عينينا ورينا نادم اللي مخاوي القضبانة صبرنا ما ندارو ما عملتو بيدك في الضمان وراك. أخونا إيش أقول لك حاجة. قل لي حاجة. شوف راهو الفيت راهي مش غنية صح. الفيت راهو عالم موندو ذوق ارتيست باللي عنده تلاقى مع موندو وارتيست ولون حاجة زوز حاجات دخلوا في بعض ما يبرو أكثر من تراك. شوف يعني فاهم باش نحكي لك يا برو. في 22 أبريل نوردو يظهر في انترفيو مع بيلبورد عربي. وأصلا نوردو اسمه منتشر في العالم العربي الكل تو ما عادش في تونس فقط. وأبرز حدث للنوردو في 2025 هو مشاركته في مهرجان موازين في جوان 2025 يعتبر من أكبر مهرجانات الموسيقية في العالم العربي. عام 2026 أبرز حاجة يعملها النوردو في العام هذا هو مشاركته في مسلسل خطيفة اللي نعتبره يعني الحقيقة هو أحسن مسلسل في رمضان 2026. أدى دور من أدوار البطولة والأداء متاعه كان قوي على الآخر والحقيقة نعتبره أحسن دور أداه النوردو في مسيرته. يا عمي بدك عاملة ساحل باش نقول نوردو زاد ساهم في المسلسل هذا مش فقط بالتمثيل بل أدى قداش من أغنية في المسلسل هذا كما أغنية وليدي اللي تعبر على معاناة البطل في المسلسل. عايشين مع ناس وحوش لا ما يرحموش. نوردو قصة إنسان بدأ من الصفر وعانى برشا من اللي هو صغير وتوا وصل لمرحلة كبيرة على الآخر. الحاجات اللي كان يحلم بها وهو صغير وصل حققها كي كبر والقصة ما زالت مستمرة. حلقة اليوم إن شاء الله تكون عجبتكم والحقيقة من أكثر الحلقات اللي استمتعت وأن نخدم فيها
اذا كان عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي شنو الحاجات الناقصه اللي ما قلتهاش، شنو رايك زاده في الحلقه هذه، وفقط سلام.